انتوا عارفين ان البطاطس المحمره ما كانش اصلها بطاطس؟ امال كان اصلها ايه؟ كان اصلها سمك، وده بحسب روايه بلجيكا، لانه في خناقه بين بلجيكا وفرنسا على مين اللي اخترع البطاطس المحمره في الاول. بلجيكا بتقولك انه سنه 1680 كان في بلد صغيره عندهم اكلها كله معتمد على اكل السمك المقلي، لانهم كانوا بيصطادوه من النهر وبيقطعوه على شكل شرايح بالطول ويقلوه في الزيت. بس جت سنه من السنين النهر ده اتجمد قوي من شده البروده، فما كانوش عارفين يصطادوا سمك. هيعملوا ايه؟ يموتوا بالجوع يعني؟ لا طبعا. قاموا جايبين البطاطس ومقطعينها بالطول وقالينها في الزيت، بقى شكلها قريب قوي للسمك المقلي اللي هم كانوا متعودين عليه. ومن وقتها البلجيكيين حبوا البطاطس المحمره جدا وانتشرت في كل دول العالم. فرنسا بقى دخلت على الخط وقال لك هي مش اسمها فرنش فرايز، تبقى بتاعتنا. واشهر كتب الطبخ الفرنسيه بتتكلم على انه اصلها كان من فرنسا. بلجيكا راحت معليه على فرنسا وقالت لك لا، هي صحيح اسمها فرنش فرايز، بس ده لان معظم الناس اللي في بلجيكا بيتكلموا فرنساوي، فالناس افتكرت ان فرنسا هي اللي اخترعتها. وبعدين هي مش اسمها فرنش فرايز يعني المقليات الفرنسيه. جابوا سيره بطاطس؟ ابدا، لانها اصلا ما كانتش بطاطس، كانت سمك زي ما بلجيكا عملتها في الاول. انتوا بقى مقتنعين بأنهي روايه اكتر؟